السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناتي على قد الإيد. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وبسيطة. هنعمل مع بعض الملوخية الخضراء بالظبط 4 دقايق وكانت خلصانة، يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الفيديو. بسم الله. معايا كده الشوربة حطها على النار، اي شوربة عندك، لحمة، فراخ، بط، اي شوربة. هنزل عليها بمكعب ماجي، رشة من الفلفل الاسمر، واسيب الشوربة كده تغلي. اول ما الشوربة غليت معايا هنزل بالملوخية بتاعتي. الملوخية دي فريش. بسم الله. هحط ربع معلقة توم مفروم، وابدأ بقى كده اقلبها لحد ما تفك. تمام كده. هسيبها بقى على نار هادية خالص. اول ما تغلي غلوة هقوم طافية عليها. تعالوا بقى نعمل مع بعض الطشة، ودي اهم حاجة في الملوخية. معايا كده معلقة سمنة ومعلقة توم مهروس، حطاهم كده على نار هادية وابدأ اقلب في التوم لحد ما يجيني باللون الذهبي. تمام كده بدأ يصفر معايا. هنزل بمعلقة من الكزبرة الناشفة واطفي بقى النار كده حلو قوي. اقلب بقى كده الكزبرة مع الثوم، وانزل بقى كده على الملوخية. كده هطفي على الملوخية. تمام كده زي الفل. بسم الله، اللهم بارك. احلى طبق ملوخية والله العظيم هتاكليه. كده الملوخية تمام خلصت، ما خدتش مننا وقت، بسيطة وسهلة جدا. اتمنى اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.